موسى مرجة واحد من ابرز المهاجمين في الدوري السعودي ونادي الهلال، قدم موسم ممتاز في الموسم الماضي وتم الاستغناء عنه، خصوصا انه تم التعاقد مع لاعبين اجانب من الطراز الاول عالميا. حقيقة مفاوضات الاهلي مع موسى مرجة. كشفت تقارير صحفية صحة مفاوضات موسى مرجة مع النادي الاهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، واعلن الهلال رحيل موسى مرجة عن صفوف الفريق الازرق بعد فسخ التعاقد بين الطرفين. وافادت تقارير صحفية ان اسم موسى مرجة قد طرح للعرض على ادارة النادي الاهلي عن طريق بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. واوضحت الصحيفة ان طرح اسم مرجة لقى ترحيبا كبيرا من جانب الطرفين بعد رحيله من الهلال، مع وجود منافسة بين الاهلي وعدد من الاندية السعودية، ويسعى الاهلي للتعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق فترة الاعداد استعدادا للموسم الجديد. الاهلي يحسم مصير التعاقد مع موسى مرجة لقيادة هجوم الفريق. حسم مسؤول النادي الاهلي مصير التعاقد مع النجم المالي مهاجم فريق الهلال السعودي السابق، ورحل مرجة عن صفوف فريق الهلال بشكل رسمي بعد توجيه له الشكر عقب التعاقد مع لاعبين اجانب من الطراز الاول عالميا. الاهلي يرد على مفاوضات مرجة. وفقا لتقارير الواردة الينا من التتش، فان مرجة تم طرح اسمه على لجنة التعاقدات مثل اي مهاجم مميز. واوضحت التقارير ان الاهلي لم يدخل حتى الان في اي مفاوضات رسمية مع اللاعب او وكيله. واشارت التقارير الى ان هناك صعوبة كبيرة في ضم اللاعب، خاصة بسبب راتب اللاعب الضخم، حيث كان يتقاضي 5 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهذا الرقم او حتى نصفه مستحيل على ادارة الاحمر، مما يعقد الصفقة بشكل كبير. هل ينتقل جوستافو سوزا الى الاهلي؟ وعدنا لنتحدث مع هنريكي، وقال في تصريحات خاصة المفاوضات لا تزال جارية مع النادي الاهلي، واضاف لم تحسم الصفقة كما يتحدث الاعلام المصري، متوقف على عرض الاهلي المادي والذي لم يحقق طموحاتنا حتى الان. وقال وكيل اعمال اللاعب وعن اذا ما كان اللاعب منفتحا للانتقال الى الاهلي، قال نعم، هناك رغبة كبيرة من جوستافو في الانضمام الى الاهلي متصدر الدوري المصري. مشكلة النادي الاهلي دلوقتي في المبالغ المادية المبالغ فيها، يعني واحد مثل جوستافو سوزا ده عايز اقل حاجة 2.5 مليون دولار، والفريق الكوري متوقف على المبلغ ده. وبرضه في صفقة موسى مرجة اللاعب طبعا عايز 5 مليون دولار زي ما كان بياخد في نادي الهلال السعودي، لان اللعيبة دي يا جماعة هم كانوا بياخدوا مبالغ رهيبة في الاندية اللي هم فيها، فطبعا مش هينفع يجوا نادي زي النادي الاهلي ويجوا بمبالغ قليلة، فلازم نديهم نفس المبالغ. فهي دي الحاجة الوحيدة اللي بتقف في وشنا بالنسبة للمهاجمين. في مهاجمين كتيرة جدا، بس المشكلة في المبالغ المادية او المبالغ المبالغ فيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.